مشكله كبيره بيقابلها اصحاب الفتايس السي في تي، اللي هم دايما الفتيس بتاعهم بيحصل له مشكله في ترومبه وبتتسد وبتبوظ وحالتها بتبقى بالبلد. باشمهندس خالد، ازي حضرتك؟ بس الله يخليك يا رب. هندسه، ليه الترومبه دي بتبوظ على طول؟ وايه نوع الوساخه اللي بتبوظ؟ هي مليانه رواسب من هنا. كان قاعده الترومبه كله مليان رواسب. بص حتى حضرتك الزيت لونه عامل ازاي. دي حاجه. فالرواسب دي لما بتبدا تخش الترومبه، ده داخل وخارج. الفتحه دي داخل وخارج. الرواسب بتتكون كلها جوه الترومبه، كلها بتخرج. ماشي. ففي الشركه بدات تقترح تعدل الترومبه دي، فبدات بتنزل فتحتين داخل وخارج، بحيث ان الرواسب ما تركزش جوه الترومبه. اوكي. بس برضه بنمنع، يعني بنحذر الناس ما تغيرش فلتر الحشو. فلتر الحشو ده لما بيتغير الرواسب كلها بتنزل جوه الترومبه. فلتر الحشو اللي اتحط في جدول الصيانات. هو يعني السبب الرئيسي في بوظان الترومبه الزيت دي. فلتر الحشو اللي بيعملوا التوكيل. متاكد حبيبي يا هندسه، حبيبي، شكرا جزيلا. حبيبي.